أعزائي ومتابعي الخبر المصري في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ومعكم رأفت الديب حمزة من محافظة سوهاج. نحن الآن بقرية البياضية بالناظر في مركز المنشاة، وتحديدا من منزل إيريني خليل زكي يوسف، الطالبة بمدرسة البياضية بالناظر الإعدادية بنات، وهي من إحدى أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة سوهاج. جابت 280 من 280 اللي هي الدرجة النهائية على مستوى محافظة سوهاج في الشهادة الإعدادية، وده كان أول ظهور لإيريني معنا في هذا البث. أولا إيرينا ألف مليون مبروك التفوق، ونورتي الخبر المصري. فقولي لي، أنت كنت متوقع النتيجة دي يا إيريني؟ هو انا ما كنتش متوقع اني اجيب ال 280 280، يعني مثلا كنت ممكن انقص درجه ونص درجتين، عشان مفيش حد يعني دايما يقدر ان هو يقفل تكفيل تام. بس انا الحمد لله قدرت اجتهدت الترم الاول والترم الثاني وذكرت بما فيه الكفايه، وبرضه بتوفيق من ربنا قدرت اجيب المجموع ده. كنت متوقع النتيجة بتاعتك دي؟ يعني شويه انا عملت اللي عليا عشان اجيب النتيجه دي. كان ايه رد فعل والدك ووالدتك لما عرفوا الخبر بقى بتاع تفوقك وانك من الاوائل؟ والدي فرح خالص وكان مبسوط جدا بان انا قدرت احقق حلمي وحلمه، وامي فرحت خالص وعرفت من الفرحه وزغرطت، والشارع كله عرف وكان فرحان باللي انا عملته ده. بعد ما تدخلي الثانويه العامه ان شاء الله يا إيريني، ايه طموحاتك المستقبليه باذن الله؟ أنا إن شاء الله بفكر عايزة أدخل كلية طب وأتخصص في قسم العيون، عشان أنا بحب المجال ده، وبرضه نفسي أساعد الناس وأحلهم مشاكل العيون بتاعتهم، وبرضه عايزة أبقى متخصصة في مجالات أكتر من كده وما أقتصرش في حياتي على مجال واحد. ربنا يوفقك يا إيريني، وألف مليون مبروك. عرفنا بنفسك حضرتك، والد إيرينا عرفنا بنفسك حضرتك. خليل زكي يوسف، مدرس لغة إنجليزية ثانوي عام بمدرسة المنشاة الثانوية الجديدة المشتركة. ولي أمر الطالبة إيريني. حضرتك كنت متوقع النتيجة دي لبنتك إيريني؟ هو أنا كنت أتمناها، لكن أتوقع بأن تيجي بيرفكت بالشكل ده. طبعا ده توفيق من عند الله. إيريني، هل والدك كان هو الداعم ليك الأساسي، ولا كان في حد تاني بيحفزك ويدعمك؟ هو بابا ده طبعا ده توفيق من عند الله. إيريني، هل والدك كان هو الداعم ليك الأساسي، ولا كان في حد تاني بيحفزك ويدعمك؟ هو بابا من بداية مسيرتي التعليمية هو دايما كان بيشجعني وبيخليني أحلم بحاجات كتير، يعني أقدر أنجح دايما ومتفوقة، وبيدعمني نفسيا وماديا وكل حاجة. وبرضو ماما عليها الشكر دايما كانت بتعلمني في ابتدائي، وهي اللي أسستني، واخواتي برضو كانوا بيشجعوني دايما وبيساعدوني في كل حاجة في المذاكرة. نصيحتك ايه لزملائك عشان يحتذوا بك؟ أنا نصيحتي إن يخلوا التعليم من أولوياتهم، ويركزوا في مذاكرتهم أكتر، يذاكروا المنهج ويحبوه ويرجعوا أكتر من مرة، ويبقوا داخلين الامتحانات وهم واثقين من نفسهم. أهم حاجة الارتياح نفسيا والواحد داخلين الامتحانات، والتوتر بيبقى عامل مش كويس في أثناء دخول الامتحانات. يعني لازم الإنسان يبقى داخل مرتاح وهو داخل الامتحانات. نصيحتك إيه لأولياء الأمور أستاذ خليل؟ أنا مبدئيا أنصح أولياء الأمور حقيقي بجد إنهم يقربوا من أولادهم، يدوهم دعم نفسي، يدوهم دعم معنوي. مش أهم حاجة الماديات، أهم حاجة التواجد مع أولادي. أكون معاهم في دخولهم في طلوعهم، أسأل عن خطواتهم، بيرتبوا جدولهم إزاي. ممكن ما فيش ما يمنع بإني أعمل لهم جدول يمشوا عليه. تمام، ما شاء الله. ألف مليون مبروك إيريني، وألف مبروك يا أستاذ خليل للدكتورة إيرينا مستقبلا إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك، وربنا يفرحك بها بإذن الله.